السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة بإذن الله. يلا بينا نشوف هنضف الغسالة. لو عندي غسالة نفس الغسالة دي كده، تعالى اما اقولك هتنضفيها ازاي وتنضف معاكي بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده انا جبت ازازة فلاش وكربوناته يا جماعة وخل ملح ليمون. التلات حاجات دول بس، هو دول اللي انا هنضف بيهم الغسالة بتاعتي. اول حاجة انا بعملها ايه بقى؟ انا بجيب الملح الليمون يا جماعه وبنطر كده على الغساله بتاعتي منه كده، ارش كده على الغساله بتاعتي على كل الاماكن اللي انتوا شايفينها دي. هو والكربونات، يعني انا برش الملح الليمون مع الكربونات كده على جميع الايه الغساله بتاعتي كده عشان تنضف. بعد كده يا جماعه ساعه ما ارش الفلاش عليها كده بيحصل فوران. الفوران دوت عباره عن تفاعلات كده بتنضف الغساله بسرعه. بصراحة الغسالة دي كانت مركونة بقالها سنة، وكنت سايباها بقالها سنة ما استخدمتهاش، وكانت عاملة رواسب فيها والغسيل بتاعها ما كانش بينضف خالص. فانا جبت حد بصراحة من المخصص، وبدأ ان هو يعمل لي الخلطة دي عشان ينضف لي بيها حوض الغسالة. وعملت لها الاول تنظيف كده تنظيف حوض الغسالة عشان خاطر تنضف. وطبعا الفلاش زي ما انتم شايفين كده بينضف جدا. محدش يقول لي ان الفلاش هيبوظ الباغه بتاعتها او هيبوظ الاستانلس بتاعتها او هيبوظ اي حاجه فيها، لا طبعا. الفلاش مع الملح الليمون والكربوناتو زي ما انتم شايفين برش كتير. انا دلوقتي برش كتير قوي، انا برش كتير يا جماعه عشان خاطر الغساله كانت وحشه جدا. وبعد كده يا جماعه عايزه اقولك من غير دعك ومن غير اي حاجه كل الرواسب والوساخه بتاعتها بسهوله جدا. لو لمستها بس كده بلاقيها طلعت في ايديا. بصوا يا جماعه، والله العظيم بسهوله جدا بينضف كل حاجه. طبعا لو عايزه تعمليها بحته قماشه بلاش سلك طبعا، لان السلك ايه السلك يا جماعه ممكن يعمل تفحيرات فيها كده ويبوظها. لا، حته قماشه وننضف زي ما انتوا شايفين. الحركه دي حلوه قوي. ولو برضو عندك فرشه من اللي هي الناعمه ممكن تدعكي بيها الغساله بتاعتك. بصوا، هو ده طبعا المتخصص في الغسالات بيصلحها بجد، مهندس محترم جدا. و ظبطها لي على الاخر وخلالي الميه بتاعتها بعد ما كانت وحشه جدا، خلاها لي جميله. خلالي الغساله بصراحه رجعها لي جديده جدا، جديده نوفي كمان. اي حاجه كده بقيت انضفها كانت سهله جدا وانا بنضفها. انا هشوفكم برضو تشوفوا الفيديو للاخر. ولو انت عجبك الفيديو يا ريت يعني ما تنسيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. المهندس ده يا جماعه اللي شكله باين دوت هو اللي نضف الغساله ورجعها لي جديده نوف. وخلي بالكم يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه، ان الغسالات ديت لو ما كنتيش تهتمي بيها في نظافتها هي الاول قبل ما تنضف لك الهدوم استحالة هتطلع لك الهدوم. لازم يا جماعة كل مثلا شهر ليكي مرة واحدة تنضفيها تنظيف عميق كده، غسيل بالفلاش بالملح الليمون بالكربونات وحبة ملح كمان فيها. بصراحة اهم حاجة عندك الغسالة قبل ما تطلع الهدوم نظيفة لازم تكون الغسالة نظيفة تمام. ومن بره ومن جوه طبعا الحته اللي بيمسح بيها الغساله ديت طبعا فيها فلاش وفيها ملح ليمون وفيها كل اللي احنا بنغسل منه. خليها لي رجعها لي بعد سنه ما فيش استخدام ليها، رجعها لي جديده جدا. بصوا نوفي كده اكني لسه شاريها دلوقتي. لو حد عجبه مثلا النظام وتصليحها ونظامها كده، ولو حد مش عارف ان هو يغسل الغسالة كده وعايزين الرقم بتاع الراجل المهندس دوت اللي هو عمل لي الغسالة، انا هكتب الرقم بتاعه او هقول الرقم بتاعه لاي حد يكون عايز. شايفين المية بعد ما اول تنظيفة بس اول دعكة كده، شايفين المية بقت عاملة ازاي؟ وكمان انا جبت الفرشه كده وبدات ان انا انضف بيها زي ما انتم شايفين. سهله جدا بتطلع، بصوا سهله جدا، نضفت وبقت حلوه قوي. شايفين الميه يا جماعه؟ اظن شايفين الميه بس تنظيفه الحوض عامله ازاي. عايزه اقول لكم رجعت جديده جدا. يلا بقى، لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.
خلي بالكم ان ما كانتش الغساله بس اللي بايظه، كانت في حاجات تانية بايظه كتير، وبدا يعملها لي واحده واحده كده، وانا حبيت اصور معاكم تنظيف الغساله. شايفين الرواسب؟ شايفين الرواسب يا جماعه؟ بعد الفلاش وبعد الكربونات وبعد الملح الليمون، الرواسب ديت نزلت من الغساله بعد اول تنظيفه، اول شطفه بس. طبعا لسه هتتشطف مره واتنين وتلاته. اهتم بغسالتك. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.